السعودية هي ملتقى شعوب العالم واللي بتحتضن على أراضيها جنسيات كتير مختلفة، فحبينا في رمضان ده ندخل بيوتهم ونفطر معاهم ونكتشف أكلاتهم اللي مش موجودة غير بس في البيوت. والنهاردة أنا معزوم في بيت أفغاني. السلام عليكم بخير ومدين بوفرموين. لبسنا الزي التقليدي وننزل على السفرة ونبدأ بالدلدة واللي هي الشوربة، وكان فيها حبوب وحمص وخضار وطعمها حلو جدا، مختلفة عن أي شوربة أنا دقتها قبل كده. وده المانتو الأفغاني، نفس المانتو العادي بس هم بصراحة عاملينه في البيت بطريقة مميزة. ندخل بقى على الخبز البولاني، وده من أجمل أنواع الخبز اللي أنا دقتها، محشي خضار كده وخفيف، كان طعمه تحفة. ودي الشكارو، طعمها قريب من الفتة، معمولة بالزبادي والعيش وخلطة كده مميزة بصراحة. أما دي فاسمها شلة، طعمها قريب من الجريش ومعمولة بالخضار والرز. ونخش على الدوبيوزة، لحم غنم دايب مع بصل وبيتاكل بالعيش، كان طعمه عظيم. وده القابلي بلاو، واللي ابهرني هنا انه مختلف تماما عن المطاعم، وفعلا كان مميز قوي، وده لانه طالع من البيت. ثقافات واكلات لو ما كناش جربناها في بيوتهم عمرنا ما كنا هنعرف عنها حاجه، ولا كنا اكلناها على الطريقه الصحيحه. تجربه مميزه عشت فيها اجواء ما عشتهاش قبل كده. كده الفيديو خلص. في النهايه نحب نشكر ابو سلطان وسعيد والعم شمس الدين على الاستضافه الجميله دي، واحنا جاهزين لاي عزومات تانية. سلام.